بداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم المقطع بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مياه الأمطار تجتاح مساكن وتقطع طرقات بغرب البلاد. وفي التفاصيل، تمكنت مصالح الحماية المدنية من تصريف مياه الأمطار من داخل المساكن المتضررة، وأدى ارتفاع منسوب مياه وادي الحمام إلى تسجيل صعوبات في حركة سير المركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي معسكر وحسين. كما أدت الأمطار المتساقطة في تيارة إلى قطع الطريق الرابط بين مدينة الرحوية بعاصمة الولاية لعدة دقائق قبل أن تعود الحركة العادية للمركبات، في الوقت الذي غمرت فيه مياه الأمطار العديد من المنازل، فيما تعرضت المنازل القديمة وتلك المبنية خلال الحقبة الاستعمارية لتسربات تسببت في خسائر بالأثاث المنزلي والأفرشة والأغطية. الأمطار المتساقطة لعدة دقائق فقط كشفت أيضا عيوب أشغال الإنجاز وعمليات الصيانة، خاصة على مستوى البالوعات التي انسدت جلها، ما ساهم في ارتفاع منسوب المياه بالمدينة.